اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه يا ولاد؟ وجمعه مباركه عليكم، ويجعل يا رب ايامكم كلها بركه من عند رب العالمين. هنعمل ايه؟ هتعملي ايه يا مرحبا النهارده ان شاء الله بامر الله يا حبيبه قلبي؟ هنعمل حلقه ايه؟ تخزين الخضار، القلقاس بقى والبسله والقرنبيط والايه واديله ادي وانا على قدي. فيعني وخضره محشي برضو كده، لان الناس في الصيف الله يصلح حالك نسيوا نفسهم بصراحه، بقى يجيبوا العيدان خضره المحشي قد كده ب10 جنيه قد كده اهو. فلقيت الرابطه قد كده مع الوليه الفلاحه خضره يعني، اسيبها جبتها عشان نخزن لنا كيسين برضو ايه خضره محشي كده، شبت على كزبره، نحطها على قلقاس، نحطها على ايه، على اي حاجه تبقى موجوده عندنا، حتى لو متخزنه تنفع للقلقاس حتى لو متلجه تنفع للقلقاس هاتي بس انت وعيني وحطي، ينفعك لما ايه، لما تيجي تعملي هتلاقيه موجود في قلب البيت. افرضي ان انت خزنت القلقاس، بنفرض خزنت القلقاس بس انا لا لاقيه سلق بقى ولا لاقيه خضره محشي، اعمله ازاي؟ يبقى اطلع من اللي عندي. لو انا مش لاقي حد يجيب لي من بره يبقى انا اطلع من اللي عندي. ما تنسيش اللايك والكومنت واشتراك في القناه، الله يعزك يا رب. وايه، واستنينا لما نكمل بقى تاني. الايه هتعملي ايه يا مرحبا؟ الميه دي هنسلق فيها الايه، القرنبيط. خلاص، عندك شويه حليب زي دول، خد بالك يا قلبي، شويه حليب زي دول كده اهو، على ايه، على الميه بتاع القرنبيط. انا عايزاها تبقى كده. هنشوف القرنبيط وشويه ملح، الكمون بقى والافتكاسات دي تنحط فيه ان شاء الله بامر الله، واحنا ايه مطلعينه كده ونوضبه. انما في الميه لا، بشوف بيحطوا كمون، حط عادي، الافتكاسات كتير يعني. امال لما نحط الكمون في الميه هنحط توابل ايه في الخلطه بتاعته؟ يعني نحط له ايه، قلقاس يعني، نعمله بالقلقاس احنا ولا نعمله ازاي؟ مش فاهمه يعني، بس مش مشكله، هنحطها على النار واستنيني. احلى قرنبيط ده ولا ايه يا مرحبا؟ الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. ايوه يا قلبي، عارفه يعني لما جه الصيف كده وقلنا نخسس لنا كيلو كده يا اختي ولا نص كيلو. تنسيش اللايك والكومنت واشتراك في القناه ان شاء الله تنساها. المهم يعني بحكي لك همي يا اختي والله عشان انا بحبك اقسم بالله. المهم يعني ايه، جات لي خسس لي كيلو كده ولا نص كيلو بلا هم كده يعني. اروح ادور على البروكلي، مش لاقيه بروكلي، اروح السوبر ماركت، اروح على الهايبر ادور يا اختي على الايه، على ما شاء الله كده البروك، مش لاقيه. اعمل لك اهلي بقى، اخش على الفريزر بتاعي اطلع لك طبق القرنبيط واعمل. طب ما هو البروكلي احسن من دي، ما انت عندك في البيت اهو. فبفكرك برضه يا حبيبه قلبي، بفكرك انك ايه يعني الحاجه اللي في البيت احسن من ايه، من اي حاجه تدوري عليها بره. امي ده جميل، اقسم بالله ما انا شايفه هي شكلها جميل. المهم حاجه ماسكالي قرطي وخلاص كده، بدل ما حاسه انها تقع وبتاع. شيكولاته
زرعي والنبي يا اختي زرعي. ايه دي يا اختي؟ نكمل بقى بقيه الايه، حلقه الخضار العسل والحاجات الحلوه دي والحاجات الجميله دي. لقيتها في السوق قابلتني، اسيبها؟ ابدا، لازم ادلع المخلل بتاعي بكره واجيب الكبه كده واضرب الايه الشتيته الحلوه دي واحط كده في جميع انواع المخلل من الجمال والحلاوه. خليكي كده واعيه زي مرحاب ونصحى، وما دام نزلتي يبقى بص على ده وبص على دي، ببص على مصلحتي، واخده بالك يا قلبي؟ فلقيت الشوكولاته دي اسيبها، جبتها معايا. والقرنبيط العسل هو ابيض كده ليا ام مرحاب، حتى يا اختي نص كوبايه حليب في قلب السليق بتاع الايه القرنبيط بتاع الخزين. اوعى تحطي كمون، الكمون هيقلبه من بياض لصفار، احنا مش حاطين كركم، واخده بالك؟ هيقلبه له الكركم. القرنبيط بالذات لما تيجي تسلقيه وتحط شويه كمون بيتقلب لك لونه كركم، تعينيه بقى هيبقى اصفر، تيجي تطلعيه تلاقي اصفر، لا ما بيبقاش عاطفي ولا سياح. ايه نحرص ونسمح كلام الناس اللي هم عملوا الحاجه دي قبل كده، ويبقى بالشكل اللطيف الظريف الجميل ده اهو. حتى لو انت خزنتيه بيطلع بنفس البياض ده. عايزه تعملي طعميه قرنبيط بالبيض والخضره هتلاقيه، عايزه تعملي صينيه عيبجه هتعملي، بتعملي تخسيس بدل ما تجيبي بروكلي روحي ايه طلعي من عندك يا حبيبه قلبي. ودي فاصوليا، ودي فاصوليا ايه خضرا. والقلقاس بقى يا عسل كده ايه هنكمله، تروحيش في اي مكان استنيني. خضرة المحشي دي يا حبيبه قلبي اللي انا بخزنها قدام منك دي، بيجيلك وقت لو انت مخزنه قلقاس او اي حاجه وما عندكيش اي خضره، حتى لو هي متلجه هتنفعك برضه، يعني هي بتنفع في البيت اهو. شبت على كزبره بتنفع للقلقاس، بتنفع لاي حاجه. حاجه كده ايه لها زي دي كده، لها علبه وتحطيها هتنفعك. بيجي وقت بيبقى الايه ربطه الخضره قد كده اهو ب10 جنيه، ماشي؟ الله يوفق الجميع يا رب العالمين. من ايه ونروق الدنيا دي. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. كان في ايدي حته بيضه راحت فين؟ تعالي يا اختي تعالي والنبي. اقفل لي ده يا محمد لو سمحت كده. خلصنا حلقه تخزين الخضار. كل عام وانتم بخير يا حبايب قلبي. هبص قدامكم ايه الحاجه العسل دي، الطبق ده كده على قد ايه، على قد اكله جميله. حطي جنبها الايه القلقاس ننوح كده. ماشي، هات يا حبيبتي. ماشي يا قلبي، الله يصلح حالك يا رب العالمين. كل عام وانت بخير. بنفكرك ان فيه ايه، في حاجات جميله بتتخزن الايام دي ونفكرك بيها. دي فاصوليا خضراء، دي فاصوليا خضراء هي، ماشي؟ القرنبيط ناولني يا محمد لو سمحت كده الايه الحاجه دي كده. حطها كده ايوه كده تمام كده. وده هنا وده هنا وده هنا، ماشي؟ هاتي طبق الفلفل ده حطيه هنا بقى. طيب هنجيبها اهوت وهنكمل. القرنبيط عايزه بس يا شباب اعيد بس الموضوع قبل ما اقفل الفيديو. ده قرنبيط، تخزين القرنبيط عايزه يبقى ابيض والزهر بتاعه زي ما انت شايفه مرحب كده. احط نص كوبايه حليب في قلب ايه الميه اللي انا بسلق فيها القرنبيط، نص كوبايه حليب وشويه ملح. ما احطش كمون لان الكمون بيقلب القرنبيط لكركم اصفر، ما بيبقاش بالبياض ده، ما بيبقاش بالبياض ده. لو انت حطيت شويه كمون، الناس اللي بتفتكس الكلام بيقلب اللون ده لكركم اصفر يعني، واخده بالك؟ فما بيبقاش حلو خالص خالص. نص كوبايه الحليب تحطيها على الميه بتاع القرنبيط وانت بتسلقيه. طيب انا لو هخزنه اطلعه بدري شويه
يعني ما اسويهوش قوي، اطلعه بدري شويه كده ايه، ما اسيبوش يتهري او الزهر بتاعه يفلق، لا اخلي الزهريه ماسكه كده ماسكه كده، الواحده بوحدتها زي ما انا مزرعاها كده في الطبق، تبقى الواحده بوحدتها فين في قلب الطبق كده يا حبيبه قلبي. اطلعه ايه بدري شويه، يعني ما اسيبوش، اسويه للاخر خلاص. الحته البيضه دايما رايحه مني رايحه مني الحته دي. تعالى بس كده، تعالى هات لي الطبق ده كده حطه هنا. ماشي يا كابتن. هنعمل ايه؟ نحط بقى الايه؟ الفلفل الجميل ده. هات لي الاخضر يا محمد لو سمحت، عندك الفلفل الاخضر. خليك زي ما انت، الله يصلح حالك يا رب العالمين. رقي 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 رقي، الله يصلح حالك. رقي رقي يا جنب. عايزه احط دي كده، مش عارفه ليه عايزه احطها كده، وده شدها شويه، ودي احطها جنبها كده، ودي كده، وديت كده، بقى امسحها كده وايه، وزرع الايه الطبيعه الجميله الحلوه دي، ازرعها بالايه بالفلفل الاحمر كده بنزينها. بسم الله ما شاء الله. حط لي ده عندك كده يا محمد، انا والله يسلمك. هنا بقى في النص. ايوه كده. زي ما احنا بقى ايه، زي ما احنا حمرنا يا خد. خد بالك انت يعني ما مش عايزين حتى هنا اللي مش عارفه يعني. يلا بينا ونقول امسح وشي الاول. يلا يا كابتنة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا تخزين الخضار الشتوي، في قلبه خضرة المحشي، في قلبه السبانخ، البسلة، القلقاس، الفاصوليا الخضراء، القرنبيط اللي مسلوق بالحليب، الله يصلح حالك يا رب العالمين، والقلقاس. اوعي تنسى القلقاس. ايه رايك في الرصه الجميله والحلاوه والجمال ده؟ يا رب يكون الحلقه اللي احنا ايه كبرنا العين ما يخت عليها. والله ظهري وجعني، بس انا لازم اديك دقه ايجابيه كده. انا ظهري كوس من ورا، بس مش مشكله يا اخي، واخده بالك. يا رب يكون حلقه الخضار ديت حلوه. افكرك ان الحاجه دي موجوده الايام دي، هاتي واعملي وحطي عندك في الفريزر، هتنفعك فيما بعد. لو مش دلوقتي هتنفعك يا حبيبه قلبي. كل حاجه موجوده بسم الله ما شاء الله، ما سيبناش حاجه اللي ما عملناها. خزنا السبانخ، خضره المحشي، القلقاس، القرنبيط، الفاصوليا الخضراء. بصراحه ما خليناش حاجه الا ما عملناها. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يا رب الحلقه الجميله دي تعجبك، واقول لك ايه، اتفضلي.